السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتغير الأحوال الجوية البارحة واليوم شهدنا عدة حوادث مرور، ومنها حادث مرور أليم اليوم خلف وفيات وجرحى، حيث كان هذا الحادث صباح اليوم بالطريق الوطني رقم 40 الرابط بين بلدية السبعين وعين تزاريت دائرة مهدية ولاية تيارت. للأسف فالحادث خلف 3 وفيات في عين المكان رحمهم الله أسكنهم فسيح جناتها، وإصابة 4 آخرون بجروح، أين تم نقلهم إلى المستشفى محمد بوضياف بمهدية. وفي هذه الأثناء تم نقل مصابين 2 على جناح السرعة إلى مستشفى يوسف دمرجي بعاصمة ولاية تيارت. نترحم على الموتى رحمهم الله، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. المرحوم بن أحمد الهواري عن عمر 33 سنة، والمرحوم بن عيش أسامة عن عمر 35 سنة المدعو وليد، ورشيد كرام عن عمر ناهز 63 سنة من بلدية البابور ولاية سطيف رحمهم الله، وأسكنهم فسيح جناته، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. وحادث مرور آخر في ولاية البيض، إصابة 11 شخص تتراوح أعمارهم بين 22 و 78 سنة بسبب حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق البلدي الرابط بين المحرة وتسمولين على بعد 30 كيلومتر من المحرة بالبيض. الضحايا تم نقلهم إلى العيادة الصحية بالمحرة من قبل المركز المتقدم للحماية المدنية بالمحرة، وعليها على مستعمل الطرق أخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية، وعليهم ألا يسرعوا باش ما يتقلقوش والثاني يعني رانا نشوفوا الحوادث المرور أنها بسبب التغيرات الجوية أو بدونها، يعني يوجد حوادث مرور وأغلبها بسبب السرعة المفرطة، فحذاري فالموت أسرع. رحم الله الموتى وربي يشفي الجرحى إن شاء الله.